السلام عليكم. النهاردة هنعمل وجبة غدا رهيبة. هنعمل صينية البطاطس البيوريه بالكفتة، أكلة اقتصادية وفي منتهى اللذاذة. وإذا زهقتم من صينية البطاطس بالفراخ المعتادة، تعالوا النهاردة نعمل أكلة أكيد هتعجبكم وكمان هتوفري. بصدر فرخة عملت أكلتين. يلا نبدأ بالمقادير. هبدأ بالبطاطس عشان هي بتاخد وقت في السلق. معايا كيلو بطاطس قشرتهم وقطعتهم قطع قد بعض في الحجم عشان كلها تاخد نفس الوقت على النار. ومحضرة حلة وفيها مية. بحط البطاطس في الحلة ما بغسلهاش، مش عايزاها تفقد النشا اللي جواها. وبضيف عليها رشة ملح كبيرة وبرفعها على النار، بتاخد حوالي من 8 ل 10 دقايق. وفي نفس الوقت هحضر الكفتة. معايا صدر فرخة تقريبا 700 جرام، ومعايا 200 جرام ليا أو دهنة من عند الجزار، وبفرمهم مع بعض. هحتاج فلفل ألوان وبقدونس وبصلة متوسطة، بقطعهم قطع صغيرة. وباضيف عليهم نص كوباية بقسماط أو عيش محمص، وبيضة، وباضيف عليهم البهارات. باضيف نص معلقة صغيرة من البصل الجاف والثوم وبابريكا وفلفل أسود، وأقل من ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وباضيف ملح حسب الذوق. وبعجن كل المكونات دي مع بعض كويس. وشكلت نص الكفتة كرات حجمها متوسط، وصبعت النص التاني صوابع حجمها كبير شوية. وإذا لقيت إن الكفتة بتلزق في إيدك امسحي إيدك بمسحة زيت. ودي كمية الكفتة بتاعتنا. هحمر كرات الكفتة طاسة على النار وفيها زيت، وبحمرها عايزاها تاخد لون ذهبي. وما تقلقيش إذا ما استوتش من جوه، لسه هدخلها الفرن وهتكمل سواها. والبطاطس استوت، صفيتها من المَيّة وباهرسها بالشوكة. وإذا كنتِ عايزاها ناعمة أوي وكريمية اضربيها في محضرة الطعام أو بالهاند بلندر. باضيف عليها كوباية زبادي، ما يكونش طعم الزبادي حامض أوي، استخدمي أي نوع زبادي يكون طعمه كويس، ومعلقتين حليب أو تضيفي الحليب لحد ما توصلي للقوام اللي أنتِ عايزاه. وباضيف نُص معلقة توم مفروم، وأقل من ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، وباضيف بشرة جوز الطيب. وأدوق وأشوف هاحتاج ملح تاني والّا لأ، وباقلّب كل المكونات دي مع بعض كويس. جهّزت صينية بمسحة زيت وباصُب البطاطس في الصينية، وباساوي الوش بتاعها، وبارص الكفتة على البطاطس. وعملت صلصة زي اللي بتعمليها للمكرونة، ضفتها على وش الكفتة. ورصيت الكفتة الصوابع في صينية وهادخّلهم فرن متسخّن درجة حرارته 170 في الرف اللي تحت. صينية البطاطس بتاخد حوالي من 10 ل15 دقيقة. والكفتة بعد 15 دقيقة باطلّعها من الفرن وادّيها مسحة من نفس الصلصة اللي عملتها قبل كده، وبادخّلها الفرن تاني بتاخد حوالي 10 دقايق. وده كان شكلها لمّا طلعت من الفرن. ضِفت عليها سلطة طحينة وبالهنا والشفا لكل اللي هيجرّبها. ودي صينية البطاطس بتاعتنا، ريحتها رهيبة، وزوّقتها ببقدونس. عايزة أقول لكم طعمها تحفة، حلو جدًا. وجبة غدا هايلة تجنن. وكمان وفّرنا، وبالهنا والشفا لكل اللي هيجرّبها. وما تنسوش لايك واشتراك في القناة. أشوفكم على خير إن شاء الله قريب، وباي باي.